تعالى اقولك على 4 قطع او اجزاء في الفراخ استحاله ناكلهم لانهم مضرين جدا بالصحه، وهقولك كمان ازاي نتخلص من القطع اللي فيها زفاره الفراخ، وهقولك على محلول نقع هنضيف له معلقه هيغير معايا محلول النقع تماما، وهقولك ازاي كمان ان انتي لو هتحشي الفرخه ازاي تفرغي ما بين الجلد وما بين اللحم. يلا بينا نسمي الله وننزل في الكومنتات نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه هقولك على 4 اجزاء استحاله ان احنا ناكلهم في الفرخه: الجناح والرقبه والرجلين وجلد الفرخه. طبعا طب جلد الفرخه ازاي؟ جلد الفرخه بعد التسويه بنزع الجلد تماما من على الفرخ، وهقولك الاجزاء اللي بيبقى فيها زفاره الجزء اللي انا بشيله ده مهم جدا ان انا اشيله لو انا هستخدم الفرخه على بعضها. طب لو هستخدم قطع الفرخه متقطعه بستغني عن الجزء ده تماما، بشيله خالص واستغنى عنه في الطريقه بتاعتي. بعد كده الاجزاء كمان اللي بيبقى فيها زفاره الجزء ده دايما بيبقى فيه قطع زي الكبده كده، هي مش كبده خالص طبعا، هي بتبقى مجمعه زفاره الفراخ كلها في الجزء ده، بتخلص منه تماما. يبقى احنا كده عرفنا الاجزاء اللي هنتخلص منها والاجزاء اللي بتسبب زفاره الفراخ عندي. بعد كده انا عندي الفرخه بتاعتي انا عايزه احشيها. طيب انا عايزه افرغ ما بين الجلد وما بين الفرخه، هعمل ايه؟ بالطريقه دي بمنتهى البساطه خالص. ببدا كده بصباعي او بايديا ان انا ابدا ادخل جوه الفرخه وافرغ ما بين الجلد وما بين اللحم بمنتهى السهوله. بس انا بقى مش بستخدم الجزء ده بس، لا ده انا الوراك كمان بخلي ما بين الجلد واللحم وبحشيها الرز، بتطلع معايا تحفه. جربي بس الطريقه دي هتعجبك قوي لو انت بتحبي الفراخ المحشيه او بتعملي فراخ محشيه بالجزء ده كده. وهاجي كمان على الورك عندي بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي بمنتهى البساطه، بفرغ ما بين الجلد وما بين اللحم علشان احشيه رز هو كمان. هنجهز بقى محلول نقع في منتهى السهوله. محلول نقع يعني حلو قوي او تقدري تستخدميه لاي انواع طيور عندك. هجيب عندي بوله او طبق كبير هنزل فيه بميه ساقعه، مهم جدا الميه اللي عندي تكون ساقعه، وهنزل عليهم كمان بمعلقتين كبار من دقيق الذره. لو ما عندكيش دقيق ذره تقدري تستغني عنه وتستخدمي دقيق عادي، بس انا بفضل دقيق الذره بيبقى حلو قوي وبيسحب معايا الزفاره. هنزل بمعلقه كبيره ملح ومعلقه كبيره سكر ورشه من الزنجبيل لو عندك زنجبيل. وعندي بقى الليمون ده اساسي معايا، لازم شرايح كده من الليمون، ولو عندك برتقان كمان يا سلام. وهنزل كمان بعصير ليمونه او 2 حسب زي ما تحبي يعني، بس مهم جدا عصير الليمون معايا بيعطي ريحه للفراخ حلوه قوي. هضيف بقى كمان بعد كده، هقولك بقى على السر اللي انا هضيفه. احنا كده عملنا محلول النقع وقلبناه في بعضه كده، وبضيف معاكم شرايح الليمون وهنزل بالفرخه بتاعتي. شرايح الليمون لما بضيفها يعني شرايح ليمون وعصير ليمون زي ما انتم شايفين في الفيديو، ولما بحط الفرخه بتاعتي كمان بضيف عليها كمان شرايح الليمون تبقى جوه الفرخه كمان. يعني بحب شرايح الليمون لو اقدر احطها بين الجلد واللحم يا سلام، جواها بتبقى حلوه قوي، بتسحب معايا كل الزفاره. وعندي بقى المعلقه السحريه اللي بتسحب اي زفاره معايا، زر الورد. زر الورد ده سحر سحر بجد، بستخدميه في كل حاجه، بضيفه على البهارات معايا، بستخدمه في نقع الفراخ في محلول النقع، باخد منه معلقه كبيره قوي وهو بيسحب معايا اي زفاره موجوده عندي في الفراخ او في اي نوع من انواع الطيور. يا رب النهارده وصفتنا او طريقتنا او معلوماتنا تكون سهله وبسيطه واستفدتوا منها. لو الفيديو استفدتوا منه يا ريت نعمل له لايك وشير كتير علشان الكل يستفاد، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده.